لكن اللي انا عايز اقوله في النهايه فيما يخص القضيه ديت، احنا موقفنا واضح. احنا لا بنتآمر على حد ولا بنبغي اذيه حد. ده مش معناه ان يعني احنا معنى ان احنا مسالمين، ان حد يتصور ان يعني ما هم مسالمين بقى. لا، احنا مسالمين صحيح، لكن امال احنا موجودين هنا ليه؟ امال انا حريص على اللقاء مع الناس اللي هتحمي البلد دي ليه؟ احنا مسالمين صحيح، ولكن لا، محدش بفضل الله سبحانه وتعالى وبعز الله سبحانه وتعالى وبقوة الله سبحانه وتعالى وثقة في الله سبحانه وتعالى محدش يعني يقدر يأذي مصر. بس أنا حبيت النقطة بتاعت أو النقطة الخاصة بقطاع غزة، هي دي النقطة البارزة في الواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هو زي ما تقول كده وقف الحرب واطلاق سراح الرهائن اللي هي سبب الأزمة بشكل أو بآخر، ثم يعني إعمارها وإعادة إعمارها مرة تانية وإدخال المساعدات وتحسين أحوال الناس اللي هناك. لا، لازم تكونوا عارفين ومتأكدين إحنا بنتألم لأي طفل وأي طفلة وأي ست وأي شاب وأي راجل بيعاني أو بيتألم في أي مكان. لكن احنا قدرتنا على العمل والتأثير في معالجة الأمور مش مطلقة. ما احنا مش لوحدينا في الدنيا، احنا وغيرنا، فبنحاول يعني.